بسبب عملية جنسية اللي ما كتفوتش 8 دقائق يقدر انسان يتزاد وهو كيشقى حياته كامله. دابا الاغلبيه ديال الناس فاش كنهضر انا على الموضوع ديال الوالدين تيتحاب ليهم واش كنهضر عن حقد، واش عن تجارب شخصيه عايشه انا ولا شي حاجه من هذا القبيل، في حين ان الحقيقه راه انا كناناليزي وكنشوف سواء البلايص اللي قريت فيهم سواء البلايص ديال الحي الشعبي اللي عشت فيهم، كنلاحظ الفوارق وكندير مقارنات. الحاجه اللي كتبان هو انه الناس القدام توارثوا التربيه بالضرب. مني كتمشي تشوف الناس اللي فعلا فهمتيني توفرت لهم ظروف للدراسه والوعي والقرايه، كتلقاه بانه كيامن بالحوار، ما كيضربش ولده وما كيضربش بنته، كيجلسوا في الطابله وبسبب داك الحوار هذاك الولد ولا البنت كتولي عنده ديك الثقافه والثقه بينه وبين الاب ديالو في الحوار، لدرجه انه كيعاود ليه جميع المشاكل ديالو باش يتعاونوا عليها وتفك. في حين ان الطرف الاخر اللي هو الاباء الفقراء اللغه ديالهم هي الضرب والعقل، لدرجه ان داك البنت ولا داك الدري كيفقد الثقه في والديه لدرجه انه ما كيقدرش يجي مازال يكومونيكي معاهم في المشاكل الشخصيه ديالو. هادشي علاش قبل ما تفكر تزوج سير تعلم كيفاش تهضر مع الدراري الصغار، سير تعلم كيفاش تربي الدراري الصغار وكيفاش تعاملهم باش ما تعقدهمش، لانه داك الدري انت راه ما اختاركش ولكن انت راه عندك الاختيار تجيبه. هذه اولا. ثاني حاجه، فاش كنهضروا على انك تاسس واحد الاسره خاصك تكون واعي بشكل مباشر انه انت راك البروفايدر ديال ديك الدار، يعني انت اللي خاصك تجيب فلوس بواحد الطريقه اللي هي منطقيه، كنقولش لك ولي مليونير اللي غادي تخلي الحياه ديالكم ستابل. لانه ملي كنهضروا على الفلوس راه كنهضروا على القرايه، كنهضروا على منزل مزيان، كنهضروا على ماكله مزيانه، كنهضروا على لا سيكوريتي وافاق شغل وافاق مفتوحه. لانه يعني بزاف ديال البنات وبزاف ديال الدراري ما كملوش قرايتهم او لا ما مشاوش للبلايص اللي خص يمشي ليهم وضاعوا بسبب القدره المحدوده ديال الاباء، في حين كاينين اطراف اخرى مشاو بعيد خرجوا ولادهم من الخدمه وخرجوا ولادهم من القرايه باش يقابلوهم ويصرفوا عليهم على اساس داك الدري راه عب. هذه هي الحاجه اللي كتحز في النفس، وهذا الشيء راه ملاقينا بزاف مع ناس كيقولوا نفس الهضره. اخيرا وليس اخيرا، الاسره شي حاجه ثقيله وشي حاجه كبيره. من يكونوا عندك عقد نفسيه وتكتشفهم ولا شي حاجه، راه عادي انك تمشي عند واحد سبيسياليست ولا واحد بسيكولوج تعرض عليه المشاكل النفسيه ديالك وتحاول تعالجها، لان داك الشيء راه غادي ياثر بشكل مباشر على الاسره ديالك ويقدر يعيشه واحد الكابوس. علاش قلت لك 8 دقائق اللي غادي تخلي الانسان يعيش العذاب، حاول تفاداها. حاول انك تصوم دينيا، انت راه غير مجبر على انك تتزوج، انه الا ما تزوجتيش راه ما غتمشيش لجهنم، ولكن خاصك دير واحد الحاجه اللي دوا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، اولا هي الباءه. كما قلت لك حنا ما كنطالبوش انك تكون مليونير، واخيرا وليس اخيرا تاسيس اسره راه كيبقى واحد الامر شخصي، حتى واحد ما كيبزز عليك شي حاجه. داكشي علاش حاول تفكر في الكونسيكوينسز، في النتائج ولا العواقب ديال ديك الحاجه اللي غدير وانت ما موفرش الظروف الملائمه. وعي، دراسه، مال ودين، هادو راه خاصهم يتوفروا فيك. تفادى العقد ديالك، كون انت هو داك الانسان اللي غادي يهرس ديك السلسله ديال العقد النفسيه والضرب والعنف، ولهذاك يعيشوا مزيان. اعطيهم الفرصه، اسمع ليهم، كل جيل وجيله. الناس الكبار اللي تجاوز العمر ديالهم 50 سنه ما بقى عندكم ما تبدلوا. حنا صغار منكم سنا، احسن منكم، جينا في ظروف احسن، كنحاولوا نطوروا، نتوما كتحاولوا تهدموا. في حين انه كنشوف بعض المرات بعض الوالدين بسبب داك الانغلاق اللي سادين على راسهم كتحس به بانه في مواجهه مباشره مع الابناء ديالو. خاص الابن ديالو ديما يكون على خطا، وخاصو ديما يشوفوا في واحد المرتبه اسفل باش تبقى هو عنده السلطه العليويه ديال انه يتحكم فيه. هذه راه ما حياه ما والو. وهنا ولدك الا مشى صامك وعطاك الثقه، هذا راه ما كيتعتبر الشخص، ما كيتعتبر السخط. كان معك ذا جوكاست، نشوفك ان شاء الله في فيديو جاي.